إن مما يحسن بنا الوقوف عليه تلكم الوصايا الغالية التي تركها من سلف لمن يخلفه. ولقد ترك علماء جمعية علماء المسلمين في هذا البلد وصايا غالية لهذه الأمة. أقتصر رعاكم الله على وصايا للعلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تبارك وتعالى. ومن وصاياه وصيته بالشباب، حيث قال رحمه الله: ربوهم على ما ينفعهم وينفع الوطن بهم، فهم أمانة الوطن عندكم وودائع الأمة بين أيديكم. ربوهم على التحاب في الخير والتآخي في الحق والتعاون على الإحسان والصبر إلا على الضيم والإقدام إلا على الشر والإيثار إلا بالشرف والتسامح إلا في الكرامة. ربوهم على استخدام المواهب الفطرية من عقل وفكر وذهن، وعلى صدق التصور وصحة الإدراك ودقة الملاحظة والوقوف عند حدود الواقع. ومنها عباد الله وصيته لأبناء الوطن أن يسعوا إلى بناء وطنهم وإعماره بسواعدهم، فيقول رحمه الله: إن الوطن الذي يعمر بمال الأجنبي ويد الأجنبي وعلم الأجنبي محكوم عليه بالخراب، وإن تعالت في الأفق قبابه وكسيت بوشي السماء هضابه وسالت بذهب الأرض شعابه. ومن وصاياه يا عباد الله وصيته بالعلم، فقال رحمه الله: إن العلم هو عمارة الوطن وأساس الوطنية ومنشأ الوطنيين. وقال رحمه الله: وإن أشرف خدمة يقدمها العاملون المخلصون لأمتهم ووطنهم هي التعليم والتربية الصالحة، فهما سلم الحياة وإكسير السعادة. ويقول رحمه الله: إن الوطن لا يعلق رجاءه على الأميين الذين يريدون أن يصلحوا فيفسدون، ولا على هذا الغثاء من الشباب الجاهل المتسكع الذي يعيش بلا علم ولا عقل ولا تفكير، والذي يغط في النوم ما يغط، فإذا أفاق على صيحة تمسك بصداها وكررها كما تكرر الببغاء. ومن وصاياه رحمه الله وصيته لجيش البلاد المسلمة، حيث قال: فإن الجيش هو أحوج الناس إلى التربية الدينية وإلى تقوية الإيمان في نفوس أفراده وإلى تصحيح بصائرهم في الدفاع عن الوطن. فيجب أن يفهم الجيش أن دفاعه عن الوطن إنما هو دفاع عن دين الله الحق، وأن الاعتماد على جيش لا دين له ولا حمية كالاعتماد على الأعواد الرخوة التي لا قوة لها. وما انتصرت الجيوش الإسلامية في التاريخ إلا بالإيمان والحمية الدينية، وما انتصرت الجيوش العثمانية على أوروبا إلا يوم كانت مسلحة بقوة روحية من الإسلام، فلما فقدت هذه الصفة خذلها الله عز وجل. أيها المسلمون، أطلت في هذه النقولات عن هؤلاء العلماء لتعلموا يا عباد الله مكانتهم العظيمة، وأن تحذروا أشد الحذر من التنكر لهم، فإن التنكر للعلماء ونسيان جميلهم بتأويلات فاسدة وآراء كاسدة من منكر الأخلاق، إذ الواجب علينا أن ننسب الفضل لأهله وأن لا ننسى الفضل لأهل الفضل، كما قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. كونوا رعاكم الله كسلف الأمة الذين يعرفون لأهل الفضل فضلهم بل ويكرمونهم. فمن معرفة الفضل للعلماء نشر علمهم وبيان مكانتهم وأن نذب عنهم. وليتق الله المتنكرون لهؤلاء العلماء والمنكرون لجهودهم في تصحيح عقائد الناس ومحاربة الاستعمار وحماية الديار. وليعلموا أن الله عز وجل يدافع عن أوليائه، لأنه القائل سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيا معاشر المسلمين، تعلموا رعاكم الله واعلموا مكانة علمائكم، واحرصوا على الرجوع إليهم، خصوصا في زمن الفتن والمحن وما يعتري الوطن، ففي ذلك النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
يا سميع الدعاء يا ربنا. احفظ علماءنا الأحياء وارحم الأموات منهم يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.